من أول ظهورها وهي مختلفة، بنت دمها خفيف ومليانة طاقة وقدرت تدخل قلوب الناس من أول لحظة. أي نعم حياتها كان فيها مشاكل وعقبات وقلق كتير، بس كل ده موقفش أبدا قدام نجاحها وموهبتها الجبارة. النهاردة هنتكلم عن ياسمين عبد العزيز. كهربا كمان وتخلي. طب تعرف ايه غير الحد فين؟ غيظاكي وباين اهو كده اوفر مش بيس. رواقي وافتح لك كل الراجل ده ابن حتتكم اخد الموبايل بتاعي من الحرامي واخد صور الشخصيه وبيستفزني بالصور بتاعتي. طب انا قصرت معاك في ايه عشان ما تبقاش مبسوط؟ وايه ناقصك عشان انا مش بسطاك او انت مش بسطني؟ اموت انزل دمعه عشان استريح، مش عارفه ومش عارفه اضحك. طبعا انا مش بحب احمد، انا بعشقه. انا في الشهرين عملت 4 عمليات. وانا عملت ايه عشان كل يوم والتاني يبهدلوا فيا؟ انا قلت لك تعالى معايا يوم الملاهي. 16 يناير 1980 اتولدت النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز. اتولدت وسط عيلة مش فنية خالص ولا كان ليها أي حد في مجال الفن، بس طبعا كلنا عارفين إن بعد كده بقى ليها أخ دخل مجال الفن وهو وائل. نرجع تاني لياسمين وهي صغيرة حوالي 12-14 سنة. دخلت ياسمين عبد العزيز مجال الإعلانات. مامتها كانت صاحبة مديرة شركة إعلانات كبيرة ومن هنا كانت البداية. مع الوقت والإعلانات اللي عملتها الناس حبت وشها، شعرها وصوتها وشقاوتها. الشوكولاتة شكلتوها بسكويت. وبسبب الشقاوة دي ابتدى يتعرض عليها أدوار في المسلسلات والأفلام، زي مسلسل امرأة من زمان الحب اللي كان مع الفنانة القديرة سميرة أحمد وكان بمثابة انطلاقة ياسمين. وياسمين بتحكي عن فترة الإعلانات وبتقول إنها في وقت قصير جدا قدرت إنها تكون ثروة من الإعلانات وإنها تجيب لنفسها عربية وإنها كانت بتصرف على أسرتها. وشوية شوية زي ما قلت لكم ابتدى يتعرض عليها أدوار، فشفناها في أفلام بداية الألفينات زي حريم كريم، زكي شان، قلب جريء، وكل دي أفلام كانت بتشارك فيها بجانب البطل. انا لسه بحبه قوي. بقول لك ايه، احترم نفسك. الله في ايه يا شيرين؟ شيرين انت شغال عندنا، نسيت نفسك ولا ايه؟ ممكن اسالك بقى انت عرفتي مكاني منين؟ ما هو اللي يعرف السي في بتاعك اكيد هيعرف مكانك. بس مع الوقت المنتجين شافوا حاجة مهمة جدا في ياسمين عبد العزيز، إنها مش مجرد ممثلة موهوبة وبس، لا دي كمان بطلة وتقدر تشيل أفلام لوحدها. فمن بعد فيلم الرهينة شفنا ياسمين عبد العزيز بطلة أفلام لوحدها، زي فيلم الثلاثة يشتغلونها، الدادا دودي، الآنسة مامي، وجوازة ميري. ومعظم أفلام ياسمين حققت إيرادات عالية جدا في تاريخ شباك التذاكر، ودي كانت حاجة مهمة جدا وقتها ومختلفة كمان ومش منتشرة قوي. فمن أيام نبيلة عبيد ونادية الجندي وده ما كانش بيحصل، لحد ما ظهرت لنا ياسمين عبد العزيز وعملت افلام في شباك التذاكر وبطولات. انا نجيبه متولي الخولي الاولى على الثانويه العامه وعدى الشغل. ولادك دول ملايكه يا باشا، ملايكه كتير يا رضا. انا شفت كتير وقليل. مش هتحكي لنا حدوته تانية؟ لا خلاص بقى عشان عندنا مدرسه بكره الصبح بدري، وبعدين بابي عايز ايه؟ صحيح بابي كان عايز ايه؟ عايز ينام بدري. يلا بقى. رامي انا سعيده ان انا شفتك وادي لك الدعوه دي، دعوه جوازي. الف مبروك، انت هتتجوزي؟ ما اتجوزت ليه؟ عند الحسبه. واحقاقا للحق عندنا كمان مي عز الدين عملت ده، بس يمكن افلام ياسمين اكتر شويه من افلام مي. ده غير ان ياسمين عبد العزيز قدمت كمان مسلسلات مهمه في مشوارها الفني، وكان في مشروع مسلسل كده مع تامر حسني لكن للاسف ما كملش، ويقال انه ما كملش لان ياسمين طلبت نفس اجر تامر. وبعدها شفناها في مسلسل هربانه منها اللي نجح، ثم مسلسل ونحب تاني ليه اللي كان مكسر الدنيا بالرومانسيه اللي بينها وبين كريم فهمي. ونروح بقى لحياتها الشخصيه، لان حياه ياسمين عبد العزيز الشخصيه كانت دايما محور اهتمام. في بدايه حياتها واثناء فقره الاعلانات اتجوزت ياسمين عبد العزيز من رجل الاعمال محمد حلاوه، وياسمين وقتها كانت الزوجه الثانيه، والجواز ده استمر حوالي 17 سنه، وخلفوا من الجواز ده ولد وبنت هما ياسمين وسيف، وحصل الانفصال بينهم سنه 2018. ياسمين عبد العزيز ما كانتش بتتكلم كتير عن اولادها في الاعلام، مفيش غير مره واحده من فتره قريبه اتكلمت عن سيف وياسمين، وكلمتهم مكالمه كمان في برنامج صاحبه السعاده. انت حاسه انك انت ياسمين عبد العزيز الجونيور؟ يعني بيقولوا، بس طبعا ما فيش زي ماما. ما هو طبعا يا حبيبتي ما فيش زي ماما، ربنا يحفظكم لبعض ويخليكم لبعض. انت بتخاف منها يا سيفو؟ لا دي امي. لكن كل اللي يعرفها بيقول عنها انها ام حنينه جدا، وانها بتحاول دايما تفصل ما بين حياتها الاسريه والفنيه، وكل ده علشان تحافظ على خصوصيه اولادها اللي لسه ما شفناش صورهم لحد النهارده. وبعد طلاقها من رجل الاعمال محمد حلاوه بفتره اعلنت ارتباطها باحمد العوضي، واللي اتجوزوا بعد قصه حب شهدتها كل السوشيال ميديا. انت عارفه هو كم مره اداني الباسورد؟ كتير وبتنسي وبنساه. وده على حاجه ليه حكايه. قول يا عم. اهلا يا استاذ احمد. اهلا يا بطل. اهلا والله. ايه بطل
وعلى قد ما حياتها الفنية كانت مليانة نجاحات، حياتها الشخصية كانت مليانة تحديات وخلافات وانفصال ورجوع ومشاكل عائلية ومشاكل مع أطراف تانية. حتى أخوها دخل معاها في مشاكل، لكن ياسمين كانت دايما بتختار إنها ترد بطريقة ذكية. وخلافها مع أخوها وائل كان بسبب علاقتها بأحمد العوضي. فقبل ما ياسمين والعوضي يعلنوا إنهم متجوزين، فاجئنا وائل عبد العزيز بسلسلة من البوستات اللي بيلقح فيها عليهم، وقال لها احنا عايزين نعرف العلاقة دي آخرها إيه. ووجه كلامه للعوضي وقال الراجل الحقيقي بيدخل البيت من باب، وسيبنا في حالنا بقى عشان احنا طول عمرنا في حالنا. ووصل بيه الامر انه قال عليهم انهم عايشين مع بعض في نفس البيت بدون مسمى رسمي، وهاجمهم في سلسله من الفيديوهات اللي اضطرت الاثنين انهم يعلنوا الجواز. ومن بعدها حياتها ما كانتش وردي 100%. فسنه 2021 اتعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكه صحيه شديده جدا، فعملت عمليه جراحيه في مصر وحصل لها مضاعفات شديده، ودخلت في غيبوبه وسافرت تتعالج في سويسرا. ووقتها دعوات الناس ليها كانت في كل مكان، شيلوا الانتيبيوتيك، شيلوا كل حاجه، انا مش هقدر اكمل ولا اخد ادويه، انا تعبانه، انا خلاص، انا هبقى مرتاحه ان انا اروح لربنا، يعني هبقى مرتاحه هناك اكتر. وبعد ما رجعت من رحلة العلاج علاقتها بأحمد العوضي بقت حديث الناس في كل مكان. حبهم اللي كان واضح للكل ووقوفه جنبها وكلامهم لبعض اللي كله دعم وتشجيع، وخصوصا من ناحيته هو لأنه فضل دايما ملازمها طول فترة مرضها وواقف جنبها. هنا انا احتجت، مش كفايه انا ومش كفايه اصحابي ندعي لها. هنا ياسمين مش في مشكله فاحمد هيحميها، هنا هي في مشكلتها مع القدر، فاهم قصدي؟ فلا يرد القدر غير الدعاء. هنا كنت بلجأ للناس عشان انتوا اللي بتحبونا، فانتوا وقفوا معايا وادعوا لها عشان هي تقوم بالسلامه. وده خلى ناس كتير ترتبط جدا بقصه الحب الاسطوريه ما بينهم، وتقول ان ده مش حب عادي، بس زي اي علاقه مشهوره كانت دايما تحت الميكروسكوب. في وقت من الاوقات انتشرت اشاعات عن انفصالهم، وناس ابتدت تفسر بوستات غامضه بيكتبوها على انها رسائل غامضه ما بينهم، لكن في الاخر كانوا بيرجعوا وبيوضحوا ان الامور تمام وان ما حصلش انفصال، علشان يفاجئونا في يناير 2024 بالانفصال الرسمي ما بينهم. رغم ان الناس كتير كانت متوقعه ان ياسمين والعوضي هيرجعوا لبعض بعد الانفصال، الا ان ده ما حصلش لحد النهارده. فاللي زود التوقعات دي ان بعد الانفصال على طول العوضي دخل المستشفى، واول حد كان معاه ياسمين عبد العزيز. كمان العوضي لما خرج من المستشفى واتسال عن ياسمين قال انها بنت اصول وطول عمرها جدعه. قالت لي انت كويس، فقلت لها، فانا كنت ساعتها جاي طالع من عند الدكتور، المفروض ان انا اتحول على المستشفى. هي اول واحده انا قلت لها ياسمين انا في كذا 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 واطلع على المستشفى ومش عايز اقول لحد. انا ورغم ان احنا مطلقين انا رحت المستشفى لقيت ياسمين داخله عليا، وياسمين تظهر مع صاحبه السعاده وتقول انا مش بحب احمد، انا بعشقه. حتى في رمضان 2024 احمد العوضي يظهر في برنامج على المسرح ويتكلم بشكل حلو جدا عن ياسمين. طبعا انا مش بحب احمد، انا بعشقه. ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي. وكل ده ومفيش اي فرصه للرجوع لحد رمضان 2025 لما احمد العوضي صرح انه هيتجوز قريب، وانقطع امل الجمهور في ان العلاقه دي ترجع تاني. وابتدت تحصل شويه مناوشات بين ياسمين والعوضي على السوشيال ميديا، بداتها ياسمين لما ابتدت تلقح شويه على ان العوضي بيتكلم ان مسلسله رقم 1 في رمضان. في ناس يقولوا ان هي اتضايقت ان هو اعلن انه هيتجوز، وناس يقولوا انها متضايقه انه بيقول على مسلسله رقم 1، وان من حقها تقول ان مسلسلها هو رقم 1، خصوصا ان البوست اللي العوضي نزله كان فيه 3 مسلسلات، مسلسله ومسلسل ياسمين، وكان ظاهر بالصوره. ووسط كل ده محدش كان فاهم ليه ياسمين عبد العزيز بتعمل كده او بتنزل البوستات دي. واخر مسلسل عملته ياسمين كان رمضان اللي فات، مسلسل وتقابل حبيب. ياسمين اللي بتعرف تختار ادوارها صح جدا، فعرفت ازاي تحافظ على خطها الكوميدي اللي الناس بتحبها فيه، وفي نفس الوقت تطور من نفسها وتدخل في ادوار جديده. مثلا في الدادا دودي قدمت دور الشغاله ام دم خفيف، وفي الثلاثه يشتغلونها قدمت دور نجيبه متولي الخولي. ومين فينا ينسى القبه يا نجيبه، بنت طيبه بتمر بتحولات كبيره في شخصيتها، قدرت تخلي الناس في الفيلم ده تضحك وتفكر في نفس الوقت. ده غير ان الفيلم كان له رساله مهمه جدا عن الغسيل العقلي وكمان التطرف الفكري، بس ياسمين قدمته بشكل بسيط وكوميدي ويوصل الفكره بالظبط للجمهور. ده غير ان باقي افلام واعمال ياسمين الناس بتحبها عشان بتحسها قريبه منهم وقريبه لقلبهم، شبههم كده وروحها زي البنات اللي في الشارع المصري. اما على مستوى الدراما فعندنا مسلسل ونحب تاني ليه خلى ناس كتير جدا تتعاطف معاها، خصوصا الستات اللي عانوا من الطلاق او الفشل في الحب. فشخصيتها في المسلسل ده كان فيها وجع حقيقي واصرار على انها تبدا من اول وجديد، وده لمس ناس كتير. كمان في مسلسل اللي ملوش كبير اتحولت لشخصيه اكشن ونجحت فيها جدا، قدمت شخصيه غزل اللي بتعيش حياه صعبه بس برضه عندها كرامه وقوه، ووقفت قدام العوضي في دور سيف الخديوي، وكانوا دويتو تمثيلي جامد جدا. تعرف العربيه دي بتاعت مين؟ يلا ماما دوري عربيتك واتكل على الله عشان ورانا مشاغل. لا ماما دي في البيت. هو انت فاكر النمره اللي عملتها على الرجاله جوه دي انا اشتريتها؟
والله ولا اشتريتها ولا صرفتها حتى. أما عن الجوائز فحدث ولا حرج. ياسمين خدت جوائز كتير جدا عن أدوارها المختلفة سواء كوميدي أو دراما، من الدير جيست ومن استفتاءات الجمهور والمجلات الفنية. بس ياسمين عمرها ما بتركز على الجوائز ودايما بتركز على حب الناس ليها، ويمكن ده اللي خلاها نجمة صف أول بدون ضجيج. وفي النهاية لو هنلخص حياة النجمة ياسمين عبد العزيز في كلمتين فهي ست ب100 راجل، عاشت واتوجعت واتحاربت بس عمرها ما وقفت. فنانة قدرت تثبت نفسها بشغلها مش بس بجمالها، بنت بسيطة بس عندها قلب أسد، ويمكن ده سر قوتها وسر حب الناس ليها.